السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الموديول الرابع ديال لا فورماسيون ديالنا، واللي غادي نهضروا فيه على واحد الموضوع مهم بزاف اللي هو التنظيم ديال الانتاج والتخطيط وكيفاش نستعملوا طريقه الام ار بي. نعرفوا على المراحل المختلفه ديال التخطيط، وغادي نتعلموا كيفاش نخدموا بواحد الاداه الرئيسيه اللي هي جدول الام ار بي اللي كتقول لنا شحال خصنا نطلبوا وفاش خصنا نطلبوه وفوقاش. ولكن قبل ما نبداو خصنا نطرحوا واحد السؤال مهم اللي هو علاش خصنا لا جيستيون دو لا برودكسيون اولا اداره الانتاج. واش غير لا جيستيون دي ستوك ما كافيش باش نلبيو الطلبات ديال الزبناء ديالنا؟ اللي خصني نعرفوا انه في التيار ديال الستوك خصنا نحسبوا شحال خصنا نخزنوا، وداكشي كيدور في اطار واحد التوازن بين ثمن الشراء وثمن التخزين. ولكن هذا الحساب هذا كيفترض جوج الحوايج اساسيين. الاولى هو ان الطلب مستقر، يعني ما كاينش طفرات في الطلبات ولا نزول مفاجئ، يعني الكليان ما كيديرليش اون اوغمونطاسيون اللي هي امبريفي في لا كوموند ديالو، وما عاوتاني ما كينقصليش من لا كوموند ديالو. وثاني حاجه هو ان المنتجات اللي في الستوك ماشي مرتبطين ببعضياتهم، يعني ما كاينش قطع مشتركه في المنتجات، يعني ما كاينش دي بيس كومون entre le produit fini ou la matière première. donc ما عندناش plusieurs produits finis qui sont composés par les mêmes composants اللي فيهم نفس المكونات. لكن في الواقع هادشي ما كاينش في الشركات الحقيقيه. خصنا ناخذ بعين الاعتبار مجموعه الحاجات. اول حاجه اللي هو الستوك الحالي، يعني شحال عندي ديسپونيبل في الستوك في هاد لو مومون هذا قبل ما نونسي لا برودكسيون. ستوك اللي باقي عندي في طور الانتاج، يعني الا كان عندي شي اونكور ولا شي حاجه في طور الانتاج خصني نعرف شحال من قطعه عندي. وثالث حاجه هي القيود على عمليات الانتاج. هاد القيود كنعني بها لعدد ساعات العمل اللي هما سميتو قانونيين، ولا مثلا لعدد العمال اللي عندي متوفرين، ولا عدد الالات. وكل هادشي هذا باش نقدروا نضمنوا الكفاءه الماليه ونحققوا الربحيه للشركه. ثاني سؤال خصنا نجاوبوا عليه هو شنو هو هذا الانتاج وشنو الدور ديالو. على حسب لا نورم ايزو 9000 فيرسون 2015 الانتاج هو عمليه او مجموعه الانشطه اللي كاين بينهم ترابط او تفاعل كيستعملوا واحد العناصر كمدخلات باش يعطيو نتيجه محدده في الاخر. يعني كيستعملوا لي مجموعه من العناصر كمدخلات، يعني دي زونطري، يعني لي زيليمون ديال ماتيير بروميير وديال اورغانيزاسيونيل باش يعطيوني ان برودوي فيني اون فان دو كونت. يعني الانتاج راه ماشي غير صنع ديال المنتوج، هو صيروره كيدخلوا فيها مواد اوليه، الات، يد عامله، كيكون عندي الخارج منها هو المنتوج النهائي على حسب واحد الهدف اللي هو واضح. على حساب نوع المنتوج اللي كتصاوبوا الشركه ونوع الزبناء اللي كتخاطبهم غادي نلقاو ثلاثه الانواع رئيسيين ديال الانتاج. النوع الاول هو اللي غادي نسميوه الانتاج الوحداتي، en français la production unitaire. هنا كنهضروا على منتجات كيتصاوبوا وحده بوحده حسب الطلب، بحال بناء السفن، الخياطه الراقيه ولا لا اوتو كوتور، وبيان سور السيارات الفخمه. ثاني حاجه هو لا برودكسيون اون سيري، واللي هي واحد الطريقه في التصنيع كتعتمد على صنع منتجات موحده وبكميات كبيره. يعني هنايا كنتج بكميه كبيره. هذا النظام كاين في بزاف ديال الصناعات بحال الصناعه ديال السيارات والاجهزه الكهربائيه. والهدف الاساسي هو نقصان التكاليف، بحيث كل ما اني انتجت كميه كبيره بزاف كل ما نقصت لي تكاليف الانتاج ديالي. وهنا كما قلنا الهدف الاساسي هو نقصان التكاليف ديال كل وحده بفضل الاقتصاد في الحجم. كنستعملوا فيه غالبا خطوط ديال التركيب اللي هما اوتوماتيكيه، ديالين داسومبلاج اوتوماتيك، وطرق خدامه بطريقه منظمه بزاف باش نضمنوا الاستمراريه، السرعه والفعاليه. هذا النوع من الانتاج كيتطلب واحد التخطيط دقيق، ولكن كيعطي انتاجيه عاليه، كيصاوب لينا منتوجات كتشبه لبعضها بنفس الشكل وبنفس الجوده. غير هو هذه الطريقه ما كتخليش بزاف المجال للتخصيص، لا بيرسوناليزاسيون، حيت كتركز على لا ستاندارديزاسيون اولا التوحيد. ثالث نوع اللي هو الانتاج المستمر او لا برودكسيون اون كونتيني. وهذا النوع من التصنيع كيخدم فيه كل شيء بطريقه اوتوماتيكيه وبدون توقف. هذا النظام كنلقاوه خصوصا في قطاعات بحال مصفيات البترول، الصناعات الكيميائيه او انتاج الكهرباء. الهدف ديالو هو ان الانتاج يبقى مستمر 24 على 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع باقل تدخل ممكن من الانسان. هذا الشيء كيسمح بواحد الفعاليه كبيره وكيقلل من التكاليف اللي كتكون ناتجه عن توقفات في الخدمه. ولكن هذا النوع كيحتاج تجهيزات معقده، استثمار كبير، ومراقبه تقنيه دقيقه، حيث ان اي توقف مفاجئ يقدر يكون الثمن ديالو غالي بزاف.
واحد المفهوم اللي خصنا نعرفوه مزيان قبل ما نافونسيو في هذا الكور اللي هو المفهوم ديال لو فلو دو برودكسيون. بصفه عامه كاينين جوج الانواع ديال فلو دو برودكسيون. الاول كنسميوه لا برودكسيون سور كوموند اولا لو فلو بول. هاد الانتاج حسب الطلب ما كيدارش حتى كتجي لا كوموند من عند الكليان، يعني كنصاوبو لو برودوي فيني فاش كيجي الكليان كيطلب. من غير هادشي ما كنلونسيوش لا برودكسيون ديالي. ثاني مثال اللي هو الانتاج من اجل التخزين اولا لا برودكسيون سور ستوك اولا لو موديول ديال لو فلو بوش. هنا كنهضروا على المنتجات اللي كتستهلك بزاف، يعني الحاجات اللي كناكلوها مثلا توسكي لي بان اكسيتيرا، وهادشي كنصايبوه وكنخزنوه قبل باش كتكون واجده فاش كيجي الطلب. كاين حتى واحد الحل وسط اللي هو ملي كتكون الكميه اللي كنصاوبوها قليله لكن الوقت اللي كتاخذو كبير. في هاد الحاله كنصاوبو الجزء الاساسي ديال المنتوج وكنخزنوه. ملي كتوصل لا كوموند ديال لو كليون كنزيدو عليه لي زوبسيون اولا الخيارات على حساب داكشي اللي طلب لينا الزبون. دابا بما ان حنا شفنا هاد المفاهيم الاساسيه ديال لو فلو بوسي و لو فلو تيري اولا برودكسيون سور ستوك اي برودكسيون سور كوموند، خصنا نفهمو كيفاش هاد الاختيارات كتدخل في الهيكله ديال القرارات ديال الشركه. حيت وراء كل نظام انتاج سواء كان بوش او لا بول كاينين قرارات كتاخذ في مستويات مختلفه، استراتيجيه تكتيكيه وعملياتيه. هذا هو الموضوع اللي غادي نشوفوه دابا. شنو هو الدور ديال كل مستوى، كيفاش كيأثر على الانتاج في الحياه اليوميه ديال الشركه. اول واحد غادي نبداو به هو المستوى الاستراتيجي اللي هو اعلى مستوى كيخص الناس اللي كيسيروا الشركه. القرارات هنا كتكون على المدى البعيد، بحال واش غادي نطلقوا سلسله جديده ديال المنتجات، واش غادي نحولوا المصنع لبلاد اخرى، اولا واش غادي نستثمروا في تكنولوجيا جديده. هاد القرارات كتحدد التوجه العام ديال الشركه. ثاني مستوى كنسميوه المستوى التكتيكي اولا الاداري، وهنا القرارات كياخذوهم المديرين ولا رؤساء الاقسام وكتكون على المستوى مدى المتوسط. هذا المستوى كنحولوا الاستراتيجيه لخطط تطبيقيه بحال خطه الانتاج، سياسه التموين والتخطيط ديال الطاقه الانتاجيه. وهنا كتكون الخدمه الاساسيه ديال الانتاج. ثالث مستوى كنسميوه المستوى العملياتي اولا لو نيفو اوبيراسيونيل، هو المستوى ديال التطبيق اليومي فيه كيخدموا العمال والتقنيين اللي كيطبقوا التعليمات اللي جاو من الفوق. الخدمه هنا كتكون قصيره المدى بحال البرمجه اليوميه، اطلاق الاوامر، تتبع الطلبيات والتسيير ديال الستوك في الوقت الحالي، يعني في الوقت الحقيقي. معرفة هذه السلسلة مهمة بزاف حيت التنسيق بين هاد ثلاثة المستويات كيخلي الشركة خدامة بكفاءة وسريعة في الرد. وهذا الرابط بين الاستراتيجية الكبرى والتطبيق في الميدان هو اللي كيخلي المؤسسة ناجحة في التنظيم ديالها. دابا غادي نشوفوا كيفاش كتحول هاد القرارات على أرض واقع تخطيط الإنتاج. باش نديرو هادشي كنستعملوا واحد المنهجية مبنية على 6 مستويات ديال التخطيط، كتبدا من اللي عنده نظرة شاملة حتى لهداك اللي عنده نظرة مفصلة باش نضمنوا التناسق ما بين استراتيجية الشركة والخدمة في لاتولي. مع بعضياتنا غادي نحاولوا نتعرفوا على هاد الستة مستويات. أول مستوى غادي نبداو به هو لو بيك أولا لو بلان اندستريال اي كوميرسيال. هذا هو المستوى الاستراتيجي كيعمل الربط بين الطلب ديال السوق والقدرات ديال الإنتاج في الشركة. كيحدد الكميات اللي خاص يتصاوبوا على حسب لي فامي دو برودوي دونك العائلات المنتجات في مده كتراوح ما بين 6 اشهر الى عام. ثاني مستوى لو بي دي بي اولا لو بلان ديريكتور دو برودكسيون كيجي مور البيك، وبطريقه اخرى هو كيكون اكثر تفصيل باش كيوضح لينا شنو خصنا نصاوبوا وفوقاش. في الغالب كيكون في اطار اسبوع ولا شهر، مده ديال 3 حتى 6 اشهر، وكيعطي التوجه العام للانتاج. troisième نيفو ولا المستوى الثالث اللي هو لو سي بي ان لو كالكول دي بوزوان نيت. هنا كنهبطوا للمستوى العملي. سي بي ان كيساعدنا باش نحسبوا الكميات اللي خاصنا من المكونات، المواد الخام ولا اجزاء اخرى انطلاقا من البي دي بي، مع الاخذ بعين الاعتبار الستوك اللي عندنا ولي ديلي ديال التوريد. مستوى اخر اللي هو لو بلان دو شارج، هام باش نعرفوا واش اللي برمجناه بي دي بي و سي بي ان قابل للتطبيق على ارض الواقع بالنظر للقدرات الحقيقيه ديال لاتولي ديالنا ولا ديال الورشه. كيعاوننا لو بلان دو شارج باش نشوفوا لي ريسورس اللي هما اليد العامله والماكينات ونحاولوا ما نطيحوش اون سور شارج ولا اون سوز يوتيليزاسيون، يعني ما تكونش عندي اكثر من الخدمه اللي قد يخدمها لي الاتولي ولا يبقاو عندي لي ماشين ولا مان دوغ بلا خدمه. مستوى اخر اللي هو لوردونونسمون،
اللي هو تنظيم دقيق للكيفية والترتيب ديال تنفيذ أوامر